الجايه ان شاء الله من خلال الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابو المعاطي زكي اللي بيشرفنا وبينورنا. اهلا بيك يا استاذ ابو المعاطي. اهلا بيك يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليك وحشنا يا فندم والله، منورنا كل العرب. الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. وايه اللي حصل امبارح؟ وانا قبل ما ابدا في امبارح بس انا عاوز احيي MBC على اللقاءات اسر الشهداء اللي عملها الاستاذ شريف عامر اللي بتتذاع كفواصل بين الفقرات. حاجه جميله جدا لرفع قيمه الشهيد ولمس مشاعر اسر الشهداء المصريين في الاحداث اللي بتمر بيها. ده حق الناس علينا يا استاذ. لا دي القناه الوحيده المتميزه، ولازم نذكر لازم نذكر الناس ونكرم وده باستمرار موجود. وحتى في مجال الانجازات بيحصل ده باستمرار كبرومو كده بين الفقرات. احنا مواظبين على اذاعه بقى فتره. ويمكن الشهداء كانوا حاضرين برضو امبارح في لقاء الزمالك. الشهداء خليني اقول لك في اللقاء امبارح يعني على سبيل الربط يعني كانوا موجودين. جمهور امبارح، جمهور نادي الزمالك المحترم رفع لافته كبيره جدا: ننعي شهداء رفح. في الدقيقه الصمت او الدقيقه احداد في بدايه المباراه كله وقف قرا الفاتحه. في النادي الاهلي نفس المساله، كل الناس بتقدر هذا الامر. اتحاد الكره قرر ان يوم الاثنين القادم اللي هو يوم 17 في مباراه القمه الفرقتين هينزلوا بصوره بتيشيرتات عليها صوره الشهيد العقيد احمد المنسي كتقدير وامتنان لما يقدمه ابطال الجيش المصري من تضحيات في هذه المرحله بتمر بها مصر. نعم. امبارح انا مش عارف اتكلم فنيا ولا اتكلم جماهيريا. يعني المشهد كان مؤلم الحقيقه. طبعا خساره وخروج من البطوله زائد شغب ما كناش نحب نشوفه ابدا امبارح. الخساره والخروج من البطوله ده امر متوقع. الزمالك داخل المباراه امبارح وهو اخر الجدول 5 بونت. الزمالك لسه خسران 3 من كابس يونايتد، اضعف فرق المجموعه اللي كانت هي في المركز الاخير، وهي والزمالك دلوقتي 6 بونت الاثنين في المركز الاخير. لكن فمتوقع خروج نادي الزمالك، متوقع ان نادي الزمالك لن يقدم مردود فني جيد. السبب عده اسباب. 1 ان عدد كبير من اللاعبين في نادي الزمالك يرغبون في الرحيل. الفكره فكره ان جاي له عروض من بره. في 10 هيمشوا صحيح؟ في 12 هيمشوا. 12 يعني 12 هيمشوا يعني. ما بين احتراف وما بين لا وما بين الاستغناءات. بجانب في 3 بره الفرقه مش هيرجعوا. ده انا لسه عامل الحكايه دي من موسم واحد بالظبط. و17 كنت ماشي 17 بعد ما كسبت دوري الكاس. مشيت 17 لعيب. حصل دروب. وهيحصل تاني ليه بقى؟ اكتر من الوضع الحالي. طول ما الاداره اللي موجوده مش فاهمه كوره، مش فاهمه يعني ايه رياضه، مش فاهمه يعني ايه استقرار فني، طول ما هي مش فاهمه ده نادي الزمالك هيظل في هذه المشاكل. نادي الزمالك طالما في سياسه تغيير المدربين باستمرار وتدخل الاداره في كل ما هو فني باستمرار ومتوالي، ده هتلاقيه موجود. واي حد هيقول لك ان الاداره ما بتتدخلش فده كده شخص كاذب. الاداره بتتدخل، والاداره امبارح هي اللي لها راي ان يلعب باثنين سترايكر. بيكون عباره عن ايه يا استاذ ابو المعاطي؟ التدخل بيكون عباره عن ايه؟ لحد مستوى التشكيلي الاداره بتتدخل. هل ده لحد منع لاعبين من طيب هنا فين شخصيه المدير الفني؟ لا بس اقول لك على حاجه. انا بيجي لي دلوقتي هقول لك حاجه بس. اللي يجي من البرتغال وهو بيقبض باليورو طول عمره يقبض بالجنيه المصري، ده يبقى حد جاي يعني ياخد سبوبه كده بلغه المصريين. $700,000 بتتكلم. مش خايف على تاريخه يا استاذ ابو المعاطي؟ تاريخ ايه؟ تاريخ ايه؟ حد جاي من البرتغال قبل راتبه كام؟ مش هيعمل $20,000 بياخد $700,000 جنيه مصري. لا بس اضرب في 18 تلاقي عامله 17 فريق ليه اسمه في افريقيا. هو الناس بتيجي هنا في الزمالك محطه للانتقال الى السوق العربي. ده حصل مع فيريرا، ده حصل مع باتشيكو، ده حصل مع فييرا. يعني الناس بتيجي بهذا الشكل لانها ما بتكملش، كان عندها امل انها تصنع انجازات. ده ما حصلش. يعني بيجي عشان يتعرف في المنطقه العربيه وبيروح وبيمشي. طب انا لما تعرف بالخير وبالانجازات هتفرق معايا كتير. لو حصل استقرار، لو كان حاصل استقرار فني، ولو حصل الناس جابت اناسيو وقالوا اناسيو نكمل لنهايه الموسم القادم. ده عقده. ده عقده انه مكمل لنهايه الموسم القادم. ان هو جاي يتعرف على الفرقه. ده اللي قاله رئيس نادي الزمالك في الفتره القادمه، وغير مطالب بالفوز ببطولات لكنه مستمر للموسم القادم لبناء فريق. لو ده المنهج الفرقه هتشتغل كويس. لو ده المنهج هيبقى فيه نتائج كويسه. خليني اضرب لك مثال باهلي طرابلس منافس نادي الزمالك. اهلي طرابلس كان فرقه يعني لا خلينا نتكلم في طلعت يوسف الاول ازاي. طلعت يوسف بعد مباراه الزمالك اللي هي تاني المباريات والتعادل السلبي في تونس، قال لك طلعت يوسف تم استقالته. الناس قال لك يعني استقيل عشان كذا كذا. الامر الثاني وطلع في وسائل الاعلام كلها انه استقال. ساسي بعون اللي هو رئيس النادي قال لا مفيش حاجه اسمها يستقيل، هيقعد
وده مدرب كفء ومدرب متميز ويشتغل وينجح. عمل ايه بعدها؟ كسب كابس يونايتد بره، وكسب كان متعادل مع الزمالك، كسب اتحاد العاصمه، وبعدين رجع يتعادل مع اتحاد العاصمه وبقى 8 بونت اتحاد العاصمه على اللي هو تأهل على قمه معاه. المجموعه. يعني هو داخل امبارح المباراه وهو 8 بونت زي اتحاد العاصمه على قمه المجموعه. فبالتالي امبارح اتحاد العاصمه كسب كابس 4، فبالتالي تأهل اول وتأهل الاهلي تاني. وكان قدامه فرصه ان هو لولا الرعونه بعد فترات المباراه في الشوط الثاني كان طلع كسبان نادي الزمالك. فالفكره هنا ان اداره فاهمه قالت لطلعت يوسف اقعد، واداره متردده كل شويه بتجيب حد. هو انت عملت ايه في 6 ماتشات؟ أستاذ أبو المعاطي، انت واخد 6 بونت في 6 مش ماتشات. هذه الاداره هي اللي جابت دوري وكاس لنادي الزمالك من سنتين؟ امتى؟ سنه كام؟ من سنتين. 3 سنين. خد الدوري والكاس. ايه كانت ظروفهم؟ كان النادي الاهلي ما هي نفس الاداره. ما انا هقول بقى، ما انا هقول ايه الظروف اللي ادت لنجاح وايه الظروف دلوقتي اللي مؤديه للفشل. الظروف اللي ادت لنجاح وقتها ان فيريرا كان قافل على الفرقه وممنوع عضو مجلس اداره يحضر التدريب. وفي مره عضو مجلس اداره حضر التدريب، مصطفى سيف العماري، حصلت خناقه، ممنوع حد يقرب من فرقه الكوره. لما عضو مجلس كان هو إدارة مستقل، وكان هو مستقل بالفرقه كامله، لا يحق لاحد التدخل لا بالراي ولا بالمشوره ولا حتى بالمشاهده. كان التدريب بالنسبه لفرقه الكوره سكن عسكري. استاذ ابو المعاطي، دلوقتي لما انا اكون رئيس مجلس اداره عمل ايه وقتها؟ او عضو مجلس اداره بحضر التدريب كنوع من الدعم. ما فيش، مش عايزك، مش عايزك. هو دي كانت تعليمات المدير الفني. ده كان منهجه، مش عاوزك اتفرج عليا في الملعب، ولا اعلام ولا مجلس اداره ولا نجوم النادي السابقين ولا اي حاجه. وانصاع مجلس الاداره، وانصاع مجلس الاداره. ولو انت فاكر كان في الوقت ده الحادثه بتاعه الدفاع الجوي، وجه هو بعد حادثه الدفاع الجوي عمل ايه؟ قفل على فرقته الدور الثاني واستمر الدور الثاني. قبلها كان في تغييرات، حسام حسن وما الى ذلك. استمر هو فتره الدور الثاني فقط، نصف موسم، خد دوري وخد كاس ولعب السوبر المصري. وفي السوبر المصري لو كهربا سجل ضربه الجزاء كانت الدنيا اتغيرت. ايه اللي حصل بعدها؟ ان حصلت بقى فكره 16 جهاز ولا 17 جهاز. يا استاذ هشام، كل الناس اللي هي في الوسط الاعلامي امبارح عارفه ان ايهاب جلال هو المدير الفني لنادي الزمالك. هل المعلومه دي مؤكده؟ مليار المية مؤكده. انا يعني بقول لحضرتك ناسي ومشي. بقول لحضرتك وما مشيش رسمي. تم الاتفاق مع ايهاب جلال على الاتي: حاصل له منحه توقيع 3 شهور مقدم، مليون جنيه، ماشي. حاصل له راتب شهري 300,000 جنيه. قعد معاه وتفاوض معاه رحابه برجيله واحمد مرتضى. امبارح راح تامر النحاس استأذن اللي هو محمد عبد السلام اثناء انضمام محمد صبحي الاسماعيلي. تامر النحاس وكيل ايهاب جلال تم استئذان اللي هو محمد عبد السلام ان ايهاب يمشي، لان ايهاب عقده لسه باقي فيه موسمين. ده اللي حاصل وكل الدنيا عارفه وهم قايلين. واجمل حاجه في نادي الزمالك لينا كاعلاميين ان ما فيهوش سر، كله بيتعرف على الهوا. اقول لك على، مش عايز اقول معلومه يعني يعني ايه، حد من المجلس الاداره قال لك انا مظبط الحكم. هي الناس لا بقى خلي بالك من حاجه بس، قال لك الناس تعرف هذه التفاصيل. حد من مجلس الاداره من قبلها بيومين بيقول للصحفيين انا مظبط الحكم. زي ما قبل كده الحكم بتاع صن داونز اتقال انه مرتشي $10,000. في فلوس بتخرج. المعلومات دي خطيره. انا بقول لك معلومات على الهوا، انا مسؤول عنها واتقالت خطيره واتقالت. هو مش رئيس نادي الزمالك قال ان حكم صن داونز ده المباراه اللي كانت هنا مرتشي ولو فتشت اوضته هتلاقوا فيها $10,000. اللي خد $10,000 دول بيوحيله ان هو بيظبط حكم، وده ما بيحصلش. فعاوز اقول ان فكره، بص يا استاذ هشام، لما تبقى راجل كوير وعايش في الكوره بتبقى عارف ان ليها ادبيات، ثقافه معينه. هل الثقافه دي غابت عن الجمهور يا استاذ ابو المعاطي؟ لا، جمهور نادي الزمالك بعد المشاهد اللي لا جمهور، ايوه، في اللقطه اللي احنا شفناها على الشاشه ديت، ده سلوك مرفوض جمله وتفصيلا. لكن يجب محاكمه من استفز الجمهور لاظهار مثل هذه السلوكيات. ازاي الشماريخ دي بتدخل ازاي يا استاذ ابو المعاطي؟ ده امبارح لقوا شمروخ في انا عايز اقول لحضرتك يعني احد الاصدقاء او يمكن اكتر من واحد كانوا حاضرين لقاء الاهلي اول امبارح، قالوا لي احنا دخلنا بعد سلسله من التفتيشات. ايوه طبعا، ونفس الاجراءات تمت امبارح. فاكيد